عظم الله لك الاجر حجيه. رحم الله والديك، عظم الله اجرك ان شاء الله. حجيه من وين طالعه؟ من محافظه المثنى من السماوه يمه. لا جيت بيت خالتي هنا بزيونه، وبعدين نروح للامام الكاظم حي القاهره، وبعدين نروح مشي للامام الكاظم. كم سنه صار لك تمشين حجيه؟ هاي العام والسنه. صار لي سنتين ايه. تحبين تتوجهين كلمه للزائرات؟ يحفظ العراقيين ويحفظ أمة محمد كلها من شر الأعداء ومن شر أمريكا، ويشفينا شرهم، يستر على ولادنا ويستر على أهلنا بجاه حبيبك محمد. الله يوفقك حجه. أمة محمد ويستركم إن شاء الله. رحم الله والديك. الممرض الجامعي هيثم رحمة الغراوي، تحياتنا لك حبيبي، عظم الله اجرك. مرحبا، عظم الله لكم الاجر ان شاء الله، موفقين. الله يوفقك ان شاء الله. قد صار لك هنا والله احنا البارحه خدمنا ان شاء الله، ونستمر ليوم الثلاثاء ان شاء الله. هاي المفرزه الطبيه تابعه لاحد الجهات؟ المفرزه الطبيه شبه تطوعيه، ولكن تابعه لسرايا السلام ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. شنو اللي تقدمه والله نقدم جميع الخدمات اللي نقدمها للمريض، من ضماد، من قياس ضغط، قياس سكر، والادويه. طبعا احنا وكو حالات ما نقدر نتصرف، اكو اسعاف ومراكز طبيه، واقرب شيء علينا مستشفى الشوادر، مستشفى الامام علي عليه السلام. بارك الله بك، الله يوفقك يا حب. بعد كم يوم نظل هنا أو؟ اليوم الثلاثاء ان شاء الله، الاستشهاد موسى بن جعفر سلام الله عليه، نعزل المفرزه ونروح نواسي سيدي مولاي صاحب الزمان ان شاء الله بمرقد الامام موسى بن جعفر ان شاء الله. الله يوفقك، الله يحفظك وماجورين ان شاء الله، الله يوفقك. فدوى العمر. من الشرف يا مية، اهلا وسهلا بكم. معكم مع احد المتطوعين لزياره موسى بن جعفر مع الاخ الغالي حميد. عليكم السلام. عظم الله اجرك. اجرنا واجركم ان شاء الله. والله هذا اليوم الثالث ان شاء الله. لا ما تابع، هاي تمويل ذاتي يعني. انا موظف في وزاره الصحه، تابع لقطاع الشعب، بس هاي تمويل ذاتي يعني. انا يعني من السقوط من 2003 هنا. اي مال الامام الكاظم هنا، ومال الاربعينيه اسواق المركزيه، اسواق الشعب. اي والحمد لله. هي خدمة علاجات يعني ضمادات. يعني تصير حالة طارئة، بس الحمد لله أنا يعني نحوله مستشفى، يتحول مستشفى. هو المستشفى الإمام علي. إن شاء الله جميل، شكرا جزيلا. حوراء. وعليكم السلام بالعين. واجركم أعظم إن شاء الله. كم يوم صار تخدمين هنا في الحوار؟ احنا اليوم ثاني بصراحة. ما شاء الله. اي تبع الجهه لو انتم من لا ما الحين دوامنا صباحي ونجي متطوعين العصر. يعني خلصنا دوامنا وجينا ان شاء الله. الحمد لله. هو نقدم نصائح على ضغط السكر كبرنامج كشف المبكر للضغط والسكر، وهم اللي تحتاج زرق ابره، تحتاج قياس ضغط سكر، انا عليه النساء وسيد مجيد عليه الرجال. وهاي المنشورات جاي نوزعها لهم معلومات، يعني مثلا اذا واحد ضغطه مرتفع لا سامح الله، واكو برنامج اسمه الكشف المبكر للضغط والسكر، اي انسان المفروض يعني فوق ال20 عمره يشيك الضغط مالته، او على تروح المركز الصحي اكو حق اسمه مكتوب على الغرف العفو لوحه الكشف المبكر للضغط والسكر، وبعد ال40 انقاس السكر هم يعني. هم جتكم حالات طارئه بهالايام؟ اعتيادي هي شغلات يعني حسب تعبانين من المشي، اكو يتخربط من الاكل حسب. كيف تصرفون اذا تكون مثلا جتكم حاله طارئه؟ اذا حاشا الله قويين حاله مستشفى بصراحه، ليش واحد واذا نقدر عليها نستلاحقها نمثل، حتى شغلات مغذيات عندنا انا كممرضه قديمه اقدر اسعفها باي شيء. الله يوفقك، الله يوفقك، ماجوره ان شاء الله، محوراء، الله يوفقك ان شاء الله.